باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أحبائي، وإحنا في سلسلة تأملات في نبوات البسخة، والسنة دي باخد معاكم الساعة الأولى من ليلة اليوم أو اليوم نفسه. فنبوة الساعة الأولى من ليلة الخميس هتكون من سفر حسقيال النبي الإصحاح 43 من آية 5 لآية 11. وفي الحقيقة النبوة دي معزية أوي. ففي الآية 7 يقول الكتاب إن أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد. أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد. وخلي بالكم إن ليلة الخميس هو تاني يوم هيبقى خميس العهد، إن ربنا هيعطي جسده ودمه لتلاميذه ال12، وإن إحنا في نفس الوقت ما زال هذا السر المقدس بيعطى لينا في كل قداس، بناخد جسد ودم ربنا يسوع المسيح لنحيا إلى الأبد، ليثبت فينا ونثبت فيه. أسكن في وسط إسرائيل إلى الأبد. فعشان كده أحبائي في نبوات البسخة، واللي كانت معظمها نبوات بتعلن عن دينونة الله وغضب الله على شعبه لسبب شرورهم، فنلاقي النبوة ديت معزية قوي وتقول أسكن في وسط إسرائيل إلى الأبد. طبعا الله بيسكن فينا ونسكن فيه باتحادنا بيه. وكمان قال بولس الرسول: ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فأصبح كل إنسان بعد ما اعتمد باسم ربنا يسوع المسيح، بعد ما آمن وخلص بدمه وأخذ سر المعمودية، إنه في سر المسحة بيسكن فيه الروح القدس ونصير هيكل لروح الله القدوس. مش بس كده، إن ربنا يسوع المسيح قال إن الابن والآب يأتي وعنده نصنع منزلا لكل واحد فينا. إحنا المؤمنين ربنا هيأتي لكل واحد فينا ويصنع منزلا. النبوة دي قد إيه معزية أوي. وإحنا حتى نتكلم عن الكنيسة إنها بيت الملائكة، ففي رباع الناقوس نقول السلام للكنيسة بيت الملائكة. وليه الكنيسة بيت الملائكة؟ إن الله يسكن في بيته. إحنا بنعتبر إن الكنيسة هي بيت الله، فالكنيسة بيت الله والله يسكن فيها إلى الأبد. وأنا وإنت وإنتي إحنا هيكل الله وروح الله يسكن فينا، والآب والابن إلينا يأتي وعندنا يصنع منزلا. فأحبائي قد إيه النبوة دي معزية قوي، خاصة وإن إحنا اليوم التالي دي ليلة الخميس، فيوم الخميس نفسه هنمارس سر الإفخارستية، يوم أسسه رب المجد وأعطى تلاميذه جسده ودمه ليكون ليهم حياة أبدية. ربنا يدينا أحبائي إن إحنا نكون مسكن طاهر مقدس لسكن الآب والابن والروح القدس فينا، إلى يوم مجيئه ياخدنا معه ونكون معه إلى الأبد. ليه كل مجد وكرامة في كنيسته الآن وإلى الأبد. آمين.